هل أشرف حكيمي أصبح فعلا من أبرز المرشحين لكرة الذهبية؟ وماذا يحدث مع زياش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء متابعين الأوفياء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتكم، والتي نعيدكم فيها كالمعتاد بأخبار مثيرة وتحليلات دقيقة. فشدوا الحزام واستعدوا، لأن ما سنكشفه اليوم سيفاجئكم ويفرحكم في نفس الوقت. نبدأ أولا بالنجم المغربي الكبير أشرف حكيمي. الجميع يعرف قيمته، لكن الآن السؤال أصبح أكبر بكثير: هل دخل حكيمي رسميا سباق المنافسة على الكرة الذهبية؟ جريدة فوت ميركاتو الفرنسية، وهي من أكثر المصادر مصداقية وتأثيرا، نشرت مؤخرا مقالا بعنوان أشرف حكيمي يعيد فتح ملف كرة الذهبية. الصحفي أكد أن حكيمي قدم أداء خرافيا في نهائي دوري الأبطال ضد إنتر ميلان الإيطالي، وساهم بشكل مباشر في التتويج التاريخي لنادي باريس سان جيرمان. وقال بالحرف: كان حاسما وديناميكيا ولا يمكن إيقافه. حكيمي قدم واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق. أما صحيفة الأتس الإسبانية فأشارت إلى شيء مهم: هذا الموسم حكيمي لم يكن فقط ظاهرا، بل كان لاعبا هجوميا حاسما، 9 أهداف و14 تمريرة حاسمة، أرقام تضع في مصاف النجوم العالميين. ونحن كمغاربة نشعر بالفخر الكبير، لكننا نسأل أيضا: هل الناخب الوطني وليد الركراكي قادر على استخراج هذه النسخة من حكيمي مع المنتخب؟ لأن ما فعله إنريكي في باريس سان جيرمان هو درس يجب أن نستفيد منه. والآن ننتقل للحديث عن اللاعب الذي لا يقل أهمية: حكيم زياش. انتشرت الأخبار مؤخرا عن فسخ عقده رسميا مع نادي الدحيل القطري، وبدأ البعض يروج لفكرة أنه حتى الدحيل لم يعد يريده. لكن دعونا نكون منصفين، زياش ليس لاعبا عاديا، هو بطل أوروبا مع تشيلسي، وهداف في مباريات لا تنسى، وواحد من نجوم كأس العالم. الهدف الرائع الذي سجله ضد بلجيكا ما زال محفورا في الذاكرة. والآن هناك أخبار إيجابية جدا. صحيفة الفوتبول البلجيكية أكدت أن نادي أياكس أمستردام يفاوض زياش للعودة، والصحفي الهولندي ويليام ليغراف قال إن الصفقة تقترب، خصوصا أن زياش لاعب حر ولن يكلف النادي أي مقابل مادي. وهنا نقول: إذا عاد زياش إلى أياكس فقد نشهد عودته القوية لمستواه الحقيقي، وربما عودته للمنتخب الوطني أيضا، خاصة ونحن في أمس الحاجة للاعب يملك خبرته وثقله الفني في المنافسات الكبرى. والسؤال الذي يطرحه الجميع الآن: هل سيقرر وليد الركراكي إعادة زياش للمنتخب، أم أنه سيواصل الاعتماد على أسماء أخرى قد لا تقدم نفس الإضافة؟ الآن جاء دوركم عزيزي المشاهد ومتابعين الأوفياء، ما رأيكم في ترشيح حكيمي للكرة الذهبية؟ وهل ترون أن زياش يستحق فرصة جديدة في المنتخب؟ وما هو النادي الأنسب له في هذا التوقيت من مسيرته؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، لأننا نقرأها جميعا ونرد عليها دائما. ولا تنسوا دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نراكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.